الشهداء أرثوذكسي مستقيم تسليم الآباء. أمي هي الكنيسة سفينة النجاة مبنية على دم الشهداء اللي سفكوا الدماء. أمي هي الكنيسة سفينة النجاة مبنية على دم الشهداء اللي سفكوا الدماء. أنا ابن مسيحي ابن الشهداء أرثوذكسي مستقيم تسليم الآباء. أنا ابن مسيحي ابن الشهداء أرثوذكسي مستقيم تسليم الآباء. يا مطار النور يا مطار صلاطين
مشتاقين. أنا ابن مسيحي ابن الشهداء، أرثوذكسي مستقيم تسليم الآباء. أنا ابن مسيحي ابن الشهداء، أرثوذكسي مستقيم تسليم الآباء. ابني ماري مرقس أنا إيماني صحيح، ابني ماري جرجس أنا ابني للمسيح. ابني ماري مرقس أنا إيماني صحيح، ابني ماري جرجس أنا ابني للمسيح. أنا ابن مسيحي ابن الشهداء، أرثوذكسي مستقيم تسليم الآباء. أنا ابن مسيحي ابن الشهداء، أرثوذكسي مستقيم تسليم الآباء. أنا ابن مسيحي ابن الشهداء، أرثوذكسي مستقيم تسليم الآباء. أنا ابن مسيحي ابن الشهداء، أرثوذكسي مستقيم تسليم الآباء. أمي هي الكنيسة سفينة النجاة، مبنية على دم الشهداء اللي سفكوا الدماء. أمي هي الكنيسة سفينة النجاة، مبنية على دم الشهداء اللي سفكوا الدماء. أنا ابن بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. طبعا أنا هشرح لكم هنا كنيسة الدير، دي الكنيسة الرئيسية، ده كنيسة القديس يوحنا الحبيب. طبعا احنا هنا موجودين في دير العذراء والقديس يوحنا الحبيب العامر برية الفرمة. من هنا من الأديرة الرهبانية اللي أنشئت حديثا. طبعا تم الاعتراف هنا بالدير في عهد قداسة البابا تودروس الثاني. الدير يحتوي على 28 راهب. كنايس الدير موجودة 8 كنايس في الدير. الدير متصمم على الطراز القبطي القديم. أنا هشرح لكم دلوقتي السقف اللي موجود في كنيسة ماري يوحنا في الدير، وده طبق الأصل من الكنيسة الأثرية في دير أنبا أنطونيوس. ده اسمه الفن القبطي القديم أو الفريسكات، وده طبق الأصل من دير العظيم الأنبا أنطونيوس في البحر الأحمر. هبدأ أشرح الكنايس، هبدأ أشرح الصور، وهناخد أول صورة من هنا. هناخد القديسين اللي واقفين، الأربع قديسين اللي واقفين. هبدأ أول قديس، ركزوا معايا، ده القديس كورولوس الكبير عمود الدين. القديس كورولوس الكبير عمود الدين. بعديه القديس ساويرس الأنطاكي، اللي بعديه القديس ديوسقورس. آخر واحد واقف هنا، آخر واحد واقف هنا ده الأنبا بسنتاؤس لابس الروح، وده جسده موجود كامل في نجادة. أنبا بسنتاؤس كان أسقف حتة اسمها جفت فهنا، وليه في دير عند نيافة أنبا بيمن، دير اسمه دير الأنبا بسنتاؤس، ورفاته موجودة هناك. نطلع للصورتين اللي فوق الفرسان. هنا ده طبعا حبيبكم في المنيا، ده الشهيد العظيم أبو سخيرون القليني، أبو سخيرون القليني. نيجي بعد كده هنا أبو جلتة الطبيب، أبو جلتة الطبيب، وليه كنيسة في دير ريفة في أسيوط، أبو جلتة الطبيب. نمشي بعد كده ناخد السبع قديسين اللي واقفين هنا. القوي الأنبا موسى، ماكسيموس ودوماديوس. الثلاث مقارات، أبو مقار الكبير، أبو مقار السكندري، أبو مقار الأسقف. آخر واحد هنا ده الأنبا شيشوي. أنبا شيشوي أحد تلاميذ الأنبا أنطونيوس، ومن الناس العلامة في الحياة الرهبانية، أنبا شيشوي. نطلع للصورتين اللي فوق هنا. الداخلي ده اللي من جوه ده الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني، وده من الصور الغريبة لماري جرجس، ده الفن القبطي القديم ماري جرجس الروماني. اللي خارجي هنا ده الفارس الثاني، ده الأمير تدرس الشطبي، الأمير تدرس الشطبي. نيجي بعد كده في النص هنا صورة المسيح له المجد في النص، شايفين؟ مركزين معايا؟ حواليه 4 من رؤساء الملائكة، ميخائيل وبريال رفائيل سوريال، وبينهم الشاروبيم والسرافيم. خلاص؟ حوالين الدايرة في ناس قاعدة وماسكة كاسات، لو تعديهم في كل منطقة 1 2 3 4 5 6، وهم 1 2 6، وادي 6 وادي 6، 4 و6 بكام؟ 24 قسيس حوالين العرش. هتلاقوا ماسكين الكاسات
وبينهم اللي مركز هيلاقي شوريه، بينهم كل واحد وواحد في شوريه كده متعلقه. دول ال 24 قسيس. بعد كده هناخد 4 صور بيحكوا عن الذبايح في العهد القديم. اول صورتين الناحيه دي وصورتين الناحيه اللي هناك. هنبدا باول قصه، طبعا دي واضحه بالنسبه لنا، دي قصه مين؟ ابراهيم واسحاق. ابراهيم واسحاق. طب الصوره اللي قدامها مين؟ ده قاضي. القاضي ده كان داخل حرب ندر، قال انا لو كسبت الحرب اول حد اشوف اديله ذبيحه. طلعت عليه بنته. ده واحد اسمه يفتاح الجلعادي. يفتاح الجلعادي، وهتلاقوا القصه بتاعته في سفر القضاه. اللي في سفر القضاه هتلاقوا القصه بتاعته. نيجي بعد كده نشرح الصورتين التانيين اللي بيحكوا عن الذبايح. برضه هم هنا بيقابلوا بعض. اول صوره ناحيه اليمين هنا اللي فوقيه على طول، ده ملكي صادق لما قبل ذبيحه ابرام اللي هو ابراهيم، وكانت ذبيحه غريبه، خبز وخمر في العهد القديم. ودي برضو من الحاجات اللي بنستند عليها في سر الافخارستيه، لما حد يقول لنا منين في الكتاب المقدس، من العهد القديم من سفر التكوين. نيجي الناحيه الثانيه، ده مين؟ ده اشعياء. الصوره المقابله ليها ده اشعياء لما قال نجس الشفتين والملاك خد جمر من على المذبح بدا يعمل بق اشعياء. هنيجي ناخد الركن الثاني. الركن الثاني ده فيه 5 قديسين. الانبا انطونيوس، الانبا بولا، انبا سرابيون، حد اسمه اسحاق الراهب كان عايش في دير الانبا انطونيوس. اخر واحد واقف ده القديس بولس البسيط، اول تلميذ للانبا انطونيوس. وده لما بدا حياته الرهبانيه بدا هو راجل كبير في السن. نطلع للاثنين فرسان في المنطقه دي. جوه هنا ده الشهيد العظيم مرقوريوس ابو سفين. مرقوريوس ابو سفين. الناحيه الثانيه ده مين؟ ده الشهيد العظيم مريمينا العجيبي. ودي من الصور الغريبه، المريمينا راكب حصان. برضه رجعت ليه مريمينا مرسوم بحصان؟ ايه؟ قال لك انا لما حبيت ارسم مريمينا هو برسم مريمينا قائد الجيش، قائد الجيش. والصوره دي موجوده، موجود منها انبا انطونيوس في بيار في طنطا في مصر القديمه، وفي سموحه في اسكندريه، واحنا واخدينها عن الدير العظيم الانبا انطونيوس، صوره الشهيد العظيم مريمينا. ناخد بعد كده ال3 صور اللي بعديهم. الانبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح، اهو المسيح بيشاور عليه. بعديه الانبا يحنس القصير. الانبا ارسانيوس معلم اولاد الملوك. ناخد ال3 قديسين اللي بعديهم. الانبا بخوميوس اب الشركه. انبا شنوده رئيس المتوحدين. انبا قاو رقم 3 ده انبا قاو، وده من القديسين اللي كانوا عايشين في الفيوم. انبا قاو. انبا قاو. الصوره الاخيره دي ده مين؟ ده صوره غريبه شويه. ده واحد برضه من عندكم في المنيا، ده القديس العظيم الانبا صمويل المعترف. وبرضه غريبه في الانبا صمويل مفتح عن الاثنين. رجعت ليه معمول بالطريقه دي؟ قال لك انا لما حبيت ارسم، انا برسم وكأن القديس واقف في السماء، واحنا لما نكون في السماء هنكون كاملين. نيجي برضه سيدنا انبا مقار لما جه صمم الكنيسه على الطراز القبط القديم هنا في الدير، برضه صمم اللقان. ده المكان الطقس للقان، طبعا بنصلي فيه وبنفتحه 3 مرات في السنه. طبعا عيد الغطاس، خميس العهد، وبنختم بختام الرسل بعيد الرسل. الابواب هنا سيدنا برضو انبا مقار صمم الابواب على نظام وادي النطرون، الباب اللي في النص زي باب النبوات اللي في دير السريان العامر. المسبح الاوسط باسم القديس يوحنا الحبيب. المسبح اللي على اليمين باسم ال24 قسيس. المسبح اللي على الشمال باسم ال4 كائنات غير المتجسدين. وطبعا هنا دي مقصوره القديس يوحنا الحبيب، وموجوده في رفات القديس يوحنا الحبيب صاحب الدير. برضو كل الكنائس الداخليه زي ما قلت لكم متصممه على الطراز القبطي القديم. البريه دي كان ده اول دير في البريه دي الفرمه، ده اول دير باسم العذراء والقديس يوحنا الحبيب، واسم الشهره دير الحبيب نسبه للقديس يوحنا الحبيب. بعد كده ثاني دير في البريه على بعد 20 كيلو، دير باسم الامير تدرس والانبا موسى تبع نيافه انبا تدرس مطران بورسعيد، وبرضه تم الاعتراف بالدير وموجود فيه رهبان. ثالث دير قبل كارتة اسماعيليه دير راهبات باسم العذارى الحكيمات، برضه تم رسامه امهات راهبات، وقداسه البابا راح زار هناك ورسم امهات راهبات، وبكده تمت اعاده الحياه الرهبانيه لبريه الفرمه في الاسماعيليه. انتم نورتونا شرفتونا وخدنا بركه. يا ماريا